حاسس ان نادي الزمالك مش هيلعب ماتش القمه. حاسس احساسي وحاسس كمان ان هو بيتلكك على ايه، على اي شيء. طبعا انتوا عارفين الشعب المصري كله اهلاويه بيغني سطلانه. وهو طلع رئيس نادي الزمالك طلع يقول لك اللي يغني سطلانه انا مش لاعب، انا مش عارف اعمل في ايه، انا اسوي واعمل ومش عارف ايه. طبعا اعلامه كذلك، اعلامه بياخد من بقه ويتكلم زي ما بياخد ايه سكريبات كده اهو، ويخش بيها ايه الاستوديو التحليلي بتاعه ويتكلم بورق. ما ينفعش يزود حرف، ما ينفعش. هو برضو اعلامه بيطبل زيه، بيقول يا جماعه سطلانه ومش سطلانه وايه ويزعق ويشتم ويعمل. يا عم ده بيحرقكم في ايه سطلانه؟ طب سطلانه يحرقكم في ايه يا عم؟ مش ليكم انتوا بتاع القضيه ليكم انتوا، انما سطلانه للوداد، وكل واحد يعرف حجمه قدام الاهلي. انا برضو الناس فاكراني بهاجم الزملكاويه. انا بهاجم الناس اللي بتتكلم، انا بقول وجهه نظري. رئيس ناديكم والاعلام بتاعكم، انا اقسم بالله العظيم اي واحد زملكاوي فاهم وعارف ان الاهلي سيد افريقيا، سيد افريقيا على راسي. بس الناس الجهله، في ناس جهله كتير، وناس لسه ما بيفهموش. اهلي خامس او خد دوري الابطال وخامس على العالم وخد دوري الابطال وخد. طب حظ ايه بقى اللي بتتكلم عليه؟ او تحكيم ايه واحنا بتشرطنا في التحكيم؟ طبعا يا جماعه نبدا حلقتنا و... وسيبك بقى من اللي عدى. يمكن دي مثلا احساسي او مثلا وجهه نظري من اللي انا شايفه، والله اعلم ايه اللي هيحصل. نيجي بقى نخش يا جماعه ايه. كده كتب احمد مرتضى منصور، كتب ايه؟ كتب حاجه كده عايز اعلق عليها. انا رئيس لبطوله افريقيا وابني فرع تاني فرع في 6 اكتوبر، وابقى عملت مش عارف ايه كده ايه، ابقى ما يعرفش بقى عملت ايه كده. خلاص يبقى انا كده اتعشت معايا، او بمعنى اصح اتعشت معايا. ابقى انا كده عملت. قال انا يعني يا عم اتعلم من الكابتن محمود الخطيب. ما قالش انا، احنا على طول. طبعا ده حته ملهاش لازمه كده، بس انا بس برضه عايز اعلق على الكلمه اللي ايه اللي المفروض اعلق عليها. تمام يا كابتن احمد، يا كابتن احمد، انت بتقول انا ناقص لي بطوله افريقيا وناقص لي فرع تاني في نادي الزمالك في اكتوبر، افتح فرع بايه في 6 اكتوبر، وبقى كده انت قفلت اللعبه. قفلت لعبه ايه بقى يا معلم؟ يا معلم لعبه ايه؟ الاهلي بقى يقفل النادي بقى خالص، الاهلي كده يقفل النادي والسلام عليكم وعليكم السلام وخلصنا، اخدنا كل حاجه. نقفل بقى النادي ونروح. انت خدت ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم. انت يعني بتمدح في نفسك على ايه؟ انا مش عارف. الله اعلم. انت ما اعرفش بصراحه. انا هقول ايه؟ ما علقش. بس انا حبيت اعلق لان انا مش فاهمك اصلا بصراحه، مش فاهمك ايه اللي ناقصك. انت ناقصك اصلا كل حاجه ناقصاك. عامه دي حاجه انت شايفها. والله ايه مش فيك هقول لك ايه، او يحقق لك اللي انت عايزه، بس مش عارف يعني. ما فيش حاجه كبيره على ربنا برضه. كابتن اللي اسمه إيه اللي بيطلع على نادي الزمالك، على قناه نادي الزمالك، محمد رجب ده، بس زي ما الكابتن برضه احمد مرتضى منصور قال ايه، مرتضى منصور مش هيجي زيه، مش هيتكرر في مصر. واول حاجه الحمد لله مش هيتكرر تاني في مصر. وفي ناس منه اتنين يبقى الدنيا باظت. طبعا الكابتن محمد رجب بيطلع ده بنفس اللي هو قاله احمد مرتضى. ده كابتن اسمه ده محمد رجب ده طلع قال كده هو مش هيتكرر والكلام ده كله. عشان تعرفوا ان كله بيطلع بورق موجه، بسكريب موجه، سكريب موجه. ما ينفعش يزود ولا ينقص. نزود يزود ايه في الهجس اللي هم عايزينه، ويبدع كمان، ويبقى ايه، يبقى على قلبهم زي العسل. ان اللي يبدع
ويشتم ويسب الاهلي ويجي على الاهلي ويلعب على سلسبيله، زود براحتك، اعمل ما بدالك، مثل اعمل. ده انا ما اقدرش، انما هتقعد تتكلم كلمه ضدي او مثلا تقع بالكلام، لا، باي باي يا معلم. طبعا الناس عندهم حق يا جماعه. ليه؟ في نادي الزمالك، في قناه نادي الزمالك، وبرضه ايه عندهم حق في حاجه تاني، لقمة عيشهم. يعني يشردوا في الشوارع مثلا؟ ما ينفعش يشردوا في الشوارع عامة يعني. عامة في بقى البتاع بتاع مهيب عبد الهادي بقى، الكلام اللي اتقال والاتصال مع الياس الجلاسي ده ومش عارف ايه والكلام ده. انت من حقك يا عم اللي انت عملته، من حقك ان انت ايه، رفعت على ام بي سي مصر وعلى مهيب الغلبان اللي ما اعرف برضه الجن ده ولا ايه، والله اعلم برضه، ان هو طلع قال له انا مش على الهوا وهو على الهوا والكلام ده كله وخلل. طب انت يا عم الحاج، هو انت صح كاتحاد كوره خدت عقوباتك يا عم مع المهيب، مع مهيب عبد الهادي ومع قناه ام بي سي مصر. طب واللي اللاعب قاله بقى، اللاعب بنفسه قاله اتحرك. ما هو انت لو ما اتحركتش يبقى اما مثلا الياس ده كذاب، واللي هو اصلا يعني هو كذاب يا عم، انت خلاص يبقى ده. هل هو اصلا مش كذاب؟ كده كده مش كذاب، ده هو الكلام ده حصل. متعب عبد الهادي كلمه وقالوا ازاي اتمنى مين اللي ما يتمناش يلعب في الزمالك؟ الله اعلم بقى، وبيجروا على الفلوس ولا ايه؟ ما فيش فلوس اصلا النادي والجنة. عامة انت بقى يا عم، انت مثلا خدت اجراءاتك مع مهيب اللي غلبان الضعفان الكحيان المذيع الصغير والقناه، وسايب اللاعب الكلام قاله. طب يا عم فين اجراءاتك ضد نادي الزمالك؟ فين يا عم؟ ده لاعب لسه قدامه سنتين، عقده سنتين، ده عقده سنتين لسه قدام ايه؟ نادي الزمالك مع عفوا النادي المصري. فين بقى العقوبات بتاعتك؟ اللوائح بتقول ايه؟ انت عارف بتقول ايه. ما ينفعش، ما يحقش لاي نادي يكلم اي لاعب ولسه عقده. يا عم انت خلاص كده فيه، لسه عقده فيه، انت كده فيه، حط بقى حد هنا. ولا انت بقى نادي الناموس بتاعك هو نادي الزمالك اللي طول حياته بياخد من المصري، طول حياته. لو اعلم بقى هما ليه الله ممكن يطلعوا ده كلام كذب وهجس وكلام مش عارف ايه. بس انت خدت اجراءاتك مع الناس الغلبانه. شوف بقى الناس التعابين اللي اتلووا واللي اتكلموا، اللي برضو يعني لو انت الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده اتكلم كلام حصل، يبقى انت لاعب شهد بنفسه وراح قال لك يعني على الهوا كده والدنيا كلها سمعت، وانت مش عايز تاخد ايه اجراءات ضد نادي الزمالك. دي بقى حاجه كده انا ما اعرفش، دي حاجه كده، دي حاجه كده ما مفهومه بصراحه. لان اي حد يقعد يقول لك ده لو الاهلي، يا راجل ده الاهلي عمره ما عملها، عمر الاهلي ما عملها، لا مع مصري ولا ده النادي المصري كلهم نفسهم يلعبوا، بس الاهلي مستحيل ياخد من المصري. يعني اسال كده اي لاعب يقول لك مفيش حد، مفيش الكلام ده، مفيش. عامة يعني ربنا ما بيسيبش حق حد. لو كابتن مهيب غلطان اكيد يعني هيتحاسب، وبرضه يعني العقوبة بتاعته هتبقى شديدة شوية، لانه بصراحة اللي عمله ده غلط او جنان ما اعرفش هو يتسمى ايه، او هو كان ايه اللي في دماغه. بس عامة لازم اجراء يتاخد ضد نادي الزمالك. هو كده كده شال طينة عليه مديونات بلاوي، ممكن لو باع النادي كله باللي على بعضيه ما هيجيبش نص اللي عليه. فما اعرفش العقوبات اللي لو في عقوبات تانية غرامات مالية وي الى اخره، هيجيب منين؟ انا ما اعرفش. هو ممكن يشحت. فاكرين انت؟ افتكرت انا الست اللي قالت لساسي، فرجاني ساسي مش عارف ابيع ايه بس خليك اساسي ما شاء الله عليكم والله. طبعا محمود كهربا بقى خد رسميا هداف دوري ابطال افريقيا، هو واللاعب اللاعب بتاع مولدي صن داونز. اتقسموا الجايزه، كل واحد خد جايزه واللي يقعد يقول لك كهربا ما لعبش مش هيلعب بعد كده، هو كهربا في المنتخب وجاب جول وعمل اسيست وي وكل ده.
هو طبعا الكابتن مرتضى منصور بيتكلم على، معرفش هو كلامه مش صدق، لان هو لعب اهو، كهربا لعب. واخيرا بقى كابتن، مش هنقول الاعلامي بصراحه، هو لاعب كوره نقول له كابتن نحترمه شويه، بس هو كاعلامي حد ضحك عليه بصراحه، حد ضحك عليه. بيقول لي بقى جروس، هو جاب صوره كده لكولر، وكان لاعب، كان ايام ما كان لاعب، وجروس مدرب، وجروس كان مدرب اللي هو كولر ده. طلع انا بصراحه مش فاهم عايز يقول ايه، ايه الموضوع اللي طلع عايز يقول، اللي عايز يوصله. يا عم انت كده هجاص او فتاي او هراي، او انت طالع مش عارف تقول ايه. نفسي كنت تقول جمله مفيده، نفسي تطلع كده. يعني ايه يعني؟ هو يا جدع تصدق بالله تشكر يا اخي، انت كده الراجل كولر ده ما كانش يعرف. قال لك لا لا لا، انت كده يا كابتن خالد، انت كده بقت فل فل الفل يا جدع، والله العظيم ان انت لما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف بصراحه ان يا لهوي جروس، وجروس نفسه يا لهوي بقى. انا كنت مدرب على كولر اللي عمل 4 بطولات في النادي الاهلي. ما شاء الله، ده انت مره تمدح، انت كده بتمدح، ما هو انت كده بتمدح في كولر بالمدرب جروس، ان هو كان كان ايه، مدرب على ايه، على كولر. ده مدح. الله يشفيكم. وكده كانت نهايه حلقتنا يا جماعه، والله يشفي اخواتنا اخواتنا الزملكاويه عفوا، والسلام عليكم.